من البنات ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم بخير. اولا عفوا على الرداءة الصوت تاعي، تعبانه شويه. اليوم جيتكم بهاد التحليه سهله ماهله وعلى وقفه وانتم ما درتوها. على بالي شهر رمضان على الابواب، قلت نقترحها عليكم وتجي خفيفه وبنينه. هيا نشوفوا مع بعض واش نحتاجو في الوصفه. هنا في غسابيون عندي ريتله تاع الحليب، كنت ضفت عليها عندي حوالي 5 مغارف تاع السكر البني. انا ما كانش عندي السكر العادي، الوغ استعملت السكر البني. ضفت عليهم حوالي 5 مغارف تاع نشاء الذره اللي هي لا مايزينا، ودرت عليهم 3 ملاعق تاع الكاكاو. هنا من المستحسن تخيروا الكاكاو نوعيه جيده، كي تروحوا تشرو لازم تشموا ريحه الشوكولا في الكاكاو. فوالا نخلطهم هكذا بارد في بارد ونديهم على النار حتى يعقدوا. فوالا هنايا فوق النار بالتحريك المستمر حتى تعقد لنا لا كريم ديالنا. هنا بعد ما عقدت لي لا كريم وهي سخونه، ضفت عليها قطع شوكولاته بالحليب، وزدت عليها نواغ يعني المره. انا اخترت امباسادور باش تمد لي الذوق هذاك البنين، وخليت شويه باش نزين بها. فوالا نخلطوهم تري بيان حتى تذوب لنا هذيك الشوكولا في الكريمه ديالي. عفوا. ومن بعد نشدو لي فيغين تاعنا. انا هنايا كانت عندي جينواز، يعني خدمتها تمتم. تحبي ديري جينواز، تحبي ديري بسكويت، تحبي ديري لي بودواغ، لكن الاختيار. انا اخترت لا جينواز مع هاد الوصفه، تجي بزاف بنينه. شمختها بشويه تاع النسكافيه بهاد الطريقه، ودرت لها قطع تاع الموز يعني البنان، ونزيد فوقها طبقه تاع لاموس ولا تاع الكريمه ديالنا. فوالا نحط هكا لي طرونش تاع البنان ديالي بهذه الطريقه، ونحط فوقها الطبقه الاولى تاع لا كريم، ومن بعد نزيد فوقها طبقه تاع لا جينواز، نشمخها ونزيد البنان ونغلفها كامل من الفوق بطبقه تاع لا كريم. يعني عندنا زوج طبقات في هذه الوصفه. فوالا ونحطوها جانبا. بعد ما تبرد لي هذيك لا كريم ديالي، نزينها هكا بهذيك الشوكولا اللي قعدت لي. درت لها حوالي 2 مغارف تاع الحليب، مغرف تاع الزيت، وخليتها تذوب ابتي فو. كي دابت زينت بها لي فيغين تاوعي. وهنا التزيين يبقى اختياري، تحبي ديري لي بيبيت دو شوكولا، تحبي ديري لي فيرميسيل، لكن الاختيار. انا زينتها بواحد الحبيبات تاع الشوكولا دوك تشوفوهم، وجات بنتها روعه، يعني جات خفيفه وبنينه سورتو كي تنتكل بارده. فوالا نزينو الديسير ديالي، عفوا التحليه تاعي، ونشوفوها ان شاء الله واجده في صحن التقديم. فوالا حبيباتي، هاي ليك التحليه تاعي راهي واجده في شكلها النهائي. ان شاء الله تكون عجبتكم وما نكونش ثقيله عليكم. وصفه سهله خفيفه ظريفه، نديروها في السهرات الرمضانيه. ما بقى لي غير نقول لكم سيوها وخلوا لي رايكم في لي كومونتير. سلام.